أهلا بكم من جديد. أحدهما كان في عمر والدة تفاصيل 12 زيجة لغادة عبد الرازق. تزوجت الفنانة غادة عبد الرازق لأول مرة عندما كانت صغيرة، وحينها لم تكن تبلغ من العمر سوى 17 عام، وكان الزوج وقتها رجل الأعمال السعودي عادل القزاز، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة روتانا. زيجتها هذه هي الأطول في كل حياتها، فلقد استمرت 7 سنوات قبل أن يتطلقا. وفي لقاء تلفزيوني عام 2019 كشفت إن زوجها عادل هو الوحيد الذي يمكن أن نقول إنها خسرته وندمت لطلاقها منه، أولا لأنه والد روتانا، وثانيا لأنه راجل محترم. حافظت غادة عبد الرازق على علاقة جيدة مع عادل على عكس الرجال الذين ارتبطت بهم بعده. الزيجة التانية للفنانة غادة عبد الرازق كان من رجل أعمال من بورسعيد. هذا الزواج بالذات لم يستمر طويلا بسبب فارق العمر الكبير بينهما. وعلقت على هذا الزواج في إحدى المقابلات التلفزيونية قائلة: كان كبير في السن زي بابا، ولما انفصلت عنه الدكتور قال لي انت كنت شايفة فيه صورة باباكي، وهو فعلا كان شبهه جدا. هذه الزيجة لم تسبب مشاكل كثيرة لها، خصوصا ان زوجها لم يكن من الوسط ولم يكن معروفا حتى. وفي سنة 2001 تزوجت غادة عبد الرازق من المحامي حلمي سرحان، وزواجهما لم يكمل السنة، فلقد تطلقا في عام 2002. ويؤكد المقربون من الثنائي سابقا أن الغيرة كانت السبب الأساسي في الانفصال الذي تم بينهما قبل شهرين من حصولها على الطلاق بشكل رسمي من دون أي مشاكل مالية أو قانونية. وعاش خلال تلك الفترة كل من غادة وحلمي بعيدين عن بعضهما. الزيجة الرابعة لغادة عبد الرازق كانت من المنتج وليد التبعي، وبدأت العلاقة بزواج عرفي قبل أن يتحول إلى زواج رسمي. أنتج وليد لغادة عبد الرازق فيلمي أزمة شرف و90 دقيقة، وانفصل ثم عاد لبعضهما أكثر من مرة قبل أن يتم الطلاق للمرة الثالثة ونهائيا عام 2009. زوج غادة عبد الرازق الخامس هو الصحفي محمد فودة، اللي عمل سكرتير خاص لفاروق حسني وزير الثقافة المصري السابق. علاقة غادة بفودة بدأت قبل سنوات كثيرة، وكان صديقين لمدة 18 سنة قبل زواجهما، وتحدثت في أكثر من مقابلة عن حبها الشديد لفودة، إلا أنها أعلنت لاحقا أنه خانها، فوقع الطلاق الأول بينهما في تشرين الثاني نوفمبر عام 2012. واجه الثنائي العديد من المشاكل على الرغم من عودتهما عن طلاقهما الأول الذي تقرر قبل أن تعلن غادة عبد الرازق طلاقها للمرة الثالثة في عام 2015، والذي كان خاتمة قصتهما. وفي سنة 2017 انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار عن زواجها من المنتج الفني محمد سعيد، إلا أن غادة عبد الرازق وقتها نفت الموضوع وكشفت أنها ستتزوج قريبا من رجل أعمال مصري، رافضة الكشف عن هوية الزوج. زيجتها الأخرى في عام 2019 كشفت غادة عبد الرازق عدد زيجاتها لأول مرة خلال مقابلة تلفزيونية، وقالت: تزوجت أكثر من 10 مرات، لكني لا أتذكر بالتحديد 10 أم 11 مرة. وتابعت: تزوجت 4 أو 5 مرات قبل مسلسل زهرة وأزواجها الخمسة، واستكملت بعد المسلسل وأعتقد حوالي 10 أو 11 مرة، لكن الآن مهتمة بابنتي روتانا وأحفادي. ربما أتزوج مرة أخرى لو قابلت الإنسان الذي يحبني كغادة محمد عبد الرازق وليس كفنانة مشهورة. وفي ذلك الوقت لم تكن تمتلك الصحافة تفاصيل زيجتها كلها، علما أنها قالت وقتها أن كل زيجتها كانت علنية وليست سرية، ولكنها كانت لفترات قصيرة. فجرت غادة عبد الرازق خبر زواجها من هيثم زنيتة مدير تصوير مسلسلها سلطانة المعز الذي عرض في رمضان عام 2020، وقالت إن قصة الحب بينهما بدأت خلال تحضيرات سلطانة المعز لتصل إلى الزواج خلال تصوير العمل الدرامي. وكان الثنائي قد تعاون سابقا في مسلسل حكاية حياة الذي عرض في رمضان عام 2013، وانتشرت الشائعات وقتها عن ارتباطهما، ولكنها نفت الأمر في ذلك الوقت. وفي 2022 أعلنت انفصالها عنه بعد زواج دام 2 ونصف، وقالت إنه تم اتخاذ هذا القرار بكل هدوء من دون أن تكشف عن الأسباب. وبكده ينتهي الفيديو بتاعنا النهاردة، وتحياتي ليكم.